الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن نصره واهتدى بهداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الملتقى المبارك، في هذا الجمع الواجب، فنحن في هذه الجلسة وفي هذه الأيام نقوم بشيء من الواجب ونؤدي جزءاً من امتحان كبير تخوضه الأمة نجحت فيه ثلة قليلة وبقي زمن الامتحان. يقول رب العزة والجلال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي وهم لا يختبرون. الأمة الآن في اختبار كبير جدا، أمة الملياري مسلم في اختبار عظيم نجح فيه أهل غزة. 2 مليون مسلم يدافع عن مقدسات 2 مليار مسلم، الجزء الأقل الأضعف. ولكم أن تعرفوا أيها الإخوة أن هذا الدفاع وهذا الدفع وهذا الجهاد وهذا الإعداد وهذا الاستشهاد كان بعد 17 سنة من الحصار. ولك أن تسرح بالخيال لو أن أمة أو بلداً حوصر هذه المدة 17 سنة ثم خلي عنه وأزيل الحصار، كم يحتاج ليلتقط الأنفاس؟ كم يحتاج من الوقت ليتعافى؟ كم يحتاج لتعود إليه الصحة النفسية بعد هذا الحصار؟ لكن المعادلة عكسية. هذه السنوات من الحصار كانت سنوات إعداد، ومما زادني فخراً وتيها وشرفاً أن قادة المقاومة في حماس يقولون إن رئيسنا الشهيد محمد مرسي له سهم في هذا الإعداد، كان له سهمه وكان له عطاؤه في هذه الفترة القليلة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لم يكن مجرد شعار، وإنما أصبح دثار تدثروا به، وأعدوا ما استطاعوا من قوة، تبعيض التبعيض. فرأينا الجيش الذي لا يقهر وقد قهر في كل الميادين وأذل عسكريا واستخباراتيا. وليس هذا على سبيل المجاملة. لو نظرنا إلى عدد الوزراء والقادة الذين استقالوا من بداية الطوفان، واستقالات مسببة، قائد غلاف غزة يقول المسؤول أول من هزم على يد أبطال 7 أكتوبر قدم استقالة مسببة، يقول: ما استطعت أن أحمي عهدتي أو أن أدافع على جنودي وموطئ أقدامي. استقالات في مجلس الحرب المصغر. في المقابل والفضل ما شهدت به الأعداء، ليبرمان هذا كان وزير دفاع صهيوني سابق يقول: من واقع عملي أنا رجل حرب، أمامي جهة فيها نتنياهو وجهة فيها السنوار، أبو إبراهيم يحيى السنوار. يقول: السنوار أكثر إحكاماً وثباتاً وصبراً واستراتيجية. هذه الحرب التي ترونها أسميها
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. التقيت وائل الدحدوح الصحفي الغزاوي الذي ماتت زوجته ومات أولاده وأصيب في يده ورأى الموت عدة مرات، فسألته عن هذا الصبر، هذا الثبات، من أين جئتم بهذا الصبر؟ من أين لك بهذا الرضا؟ لقد تخطوا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم الصبر مرحلة فوق مرحلة الرضا. فقال: من كان في غزة ورأى معية الله سيرضى سيرضى. لقد رأينا معية الله، رأينا قوة الله، رأينا يد القدرة تعمل في الخفاء وفي العلن. طوفان الأقصى ليس مؤثرا على المنظمات الدولية ولا الجمعيات الحقوقية ولا البرلمانات، إنما ما من بيت مدر ولا وبر إلا ودخله طوفان الأقصى بعز عزيز أو بذل ذليل. ما من استوديو تحليلي، ما من برنامج إعلامي، ما من ندوة سياسية، ما من مؤتمر استراتيجي، ما من برلمان في العالم، ما من أسرة تجلس إلا ولها حديث عن طوفان الأقصى. أحب من أحب وكره من كره. أيها الإخوة الكرام، كان ينبغي أن أبدأ وما بعدت بالشكر لهذه اللفتة المباركة وهذا الجمع الكريم لاتحاد علماء المدارس، اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في ديار بكر. وليس هذا بجديد عليهم. هذه المدينة المباركة التي وطأتها أقدام الصحابة ودفنوا فيها على مقربة منكم الصحابة وأبناء الصحابة، أكثر المدن التركية التي شرفت بزيارتها والإقامة فيها زائرا ومتعلما من أخلاق أهلها. ما استشهد قائد من قادة حماس إلا وأقيم له العزاء هنا، كما لو أنه من أهل ديار بكر ومن زعمائها. الزواري المهندس التونسي، هذه الأمة الواحدة، كان له عزاء هنا في ديار بكر. الزواري التونسي الذي 90% في وقتها من العرب لا يعرفونه، كان له عزاء هنا في ديار بكر 3 أيام يتقبلون العزاء في هذا المجاهد التونسي الذي غير شكل المقاومة ونقلها نقلة كبيرة. لو أن المحافظات الإسلامية والبلدات الإسلامية في هذه الأيام أقيمت فيها مثل هذه المنتديات، يكفي فقط هذا الإسناد يصل إلى إخواننا في غزة وفي فلسطين أن الأمة معكم. إن إسماعيل هنية وخالد مشعل وموسى أبو مرزوق ويحيى السنوار أصبحوا قادة للأمة، قادة الأمة ورموز الأمة بجهادهم بصبرهم. شرفني الله عز وجل بأن التقيت أبي العبد هنية 7 مرات أيام الطوفان، 7 مرات. ومن أعجب ما سمعت أيضا أسأل دائما عن الرضا، من أين لهم بهذا الرضا؟ الصبر مرحلة والرضا مرحلة أكبر. فقال: صبرت ورضيت وظننت أنني إذا خلوت سأبكي، ولكن الله أرضاني في استشهاد أولادي فما بكيت في خلوتي. قال: والله ما بكيت في خلوتي. هذه الأمة كفيلة وجديرة أن تنصر بهذه الثلة. قولوا لي بربكم لو لم تكن هذه الفئة المجاهدة وجاءني مستشرق وقال لي إن نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم:
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وقال لي هي فين دي يا مولانا؟ مين دول؟ أقول له كمل الحديث، أقول له ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أقولها بملء الفم، بالفم المليان، بالصوت العالي، موجودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 12 من البعثة لما أسري به إلى المسجد الأقصى فأما الأنبياء أعلن أن هذا المكان هو ميراث هذه الأمة. كم من بلد فتح، فارس والروم، مصر والعراق، الشام، لكن عمر بن الخطاب ذهب إلى فلسطين فقط لأنه ميراث، يتسلم المفتاح، ليس مجرد نبوءة وإنما هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أنه بأكناف بيت المقدس الأمة المجاهدة، هنا بين أحفاد صلاح الدين الأمة المرابطة. فما كان ينبغي أن يكون الاجتماع أن تسبقوا إليه، سبقتم لأنكم أهل الميراث. آخر تحرير للقدس كان على يد جدكم صلاح الدين ناصر الأمة والملة. لكن اعلموا إخواني أن صلاح الدين له فضل على الأمة جميعا بتحرير القدس، لكن له فضل علي أنا شخصيا. صلاح الدين بدأ تحرير القدس بتحرير الأزهر الشريف. الأزهر محتل 208 سنة، محتل، يدرس فيه عكس السنة، خلاف الملة. قال صلاح الدين لا يفتح القدس إلا بالعلم، إلا بالعلماء. فلولا الشيخ محمد الغزالي العالم المصري يقول لولا فضل الله علينا لكانت عمائمنا على غير ذلك. اللي فاهم فاهم واللي مش فاهم مش فاهم. الله عز وجل بيض به عمائمنا وبيض به تاريخنا ونظف به الأزهر الشريف، أغلقه سنة كاملة تطهيرا وتقديسا له. قال ومنه ننطلق إلى القدس الشريف. فإذا كان الأمة ميراثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القدس، فأنتم ميراثكم عن صلاح الدين التطهير والفتح. لو أن والدك ترك لك غرفة في أربيل ولا عمارة في كركوك ولا أرض في ديار بكر، هل تتخلى عنها؟ تقول ميراث أبي، ميراث أجدادي، أنتم بقية الفاتحين وأنتم أحفاد صلاح الدين. أنا عشت في أوروبا 7 سنوات، أمشي في ألمانيا أجد مدرسة الناصر صلاح الدين لتحفيظ القرآن الكريم في ألمانيا. رفع الله ذكر النبي وذكر أتباع النبي وذكر الفاتحين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة جهادها يبدأ بالعلم ويبدأ بالعلماء، وإن لم يكونوا في المقدمة وإن لم يكونوا صورة الأمة ستبقى الأمة متأخرة. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حكم عدل، شهد للكفار باستواء الصف وبالقوة في القتال. قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة، ده أمر الله يريد أن يحقق. كما يقاتلونكم كافة، قتال الكافة متحقق. قتال الكافة الصف الواحد متحقق في الكفار، لكن المسلمين الله يطالبهم به. هل هو متحقق الآن؟ لا وألف لا، غير متحقق. دول الطوق، يقول لك دول الطوق، انتوا عارفين دول الطوق؟ دول عربية
تخنق غزة، تغلق المعابر، تسقط الصواريخ وتتباهى بذلك. ده انضموا إلى قتال الكافة مع الصهاينة، هم منهم وإن تسموا بأسماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. متحقق هذا؟ لا، غير متحقق. أمة من ملياري مسلم لا تملك أن تقدم قطرة ماء أو شربة دواء لمدة سنة كاملة. باقي 5 دقائق، مكتوبة باللغة العربية الفصيحة الصريحة، وأنه نقول سمعا وطاعة. لابد أن يكون هناك قتال الكافة. العدو وسع دائرة القتال وضرب ليس الضاحية الجنوبية فقط، إنما ضرب في عمق لبنان ويضرب في سوريا واحتل محور صلاح الدين. انتوا عارفين المحور الذي بين مصر وغزة ما اسمه؟ اسمه محور صلاح الدين. هم سموه فيلادلفيا لكن اسمه محور صلاح الدين، محتل الآن. يا أبناء صلاح الدين، محور صلاح الدين محتل الآن. من ينقذه؟ من له؟ هم يوسعوا دائرة الحرب واحنا بطلنا القنوت. احنا تعبنا من المقاطعة، أولادنا رجعوا إلى البرجر والنوتيلا. الأمة لم تصمد في المقاطعة الصمود الكامل. طب قتال الكافة متحقق 100%. تريد المثال؟ انظر إلى أوكرانيا. العالم الغربي كله يقاتل أوكرانيا، والعالم الغربي كله بقيادة أمريكا يقاتل على الأرض في غزة. ولكن في الدقائق الأخيرة، ولم يبقى لأمر المنظمات لأني مش معول عليها شيء، هذه وجوه مهمة، هذه وجوه متوضئة، أردت أن أنقل لها شيئا مما في عنقي من المسؤولية. إن الله يبعث لهذه الأمة كما ورد عن الصادق صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الإمام السيوطي، الإمام الحافظ عدهم، فبدأ بعمر بن عبد العزيز ثم الشافعي، ما تخلف قول الصادق إلى زمن السيوطي ولا يتخلف. والتجديد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تصدق على الواحد والجمع. الأمة الآن سقطت عنها الخلافة 1924، نحن الآن 100 سنة 2024. نحن الآن مع الفتح الصلاحي الجديد، مع التجديد الجديد، والتجديد بدأ من هنا، من أفغانستان. الله أكبر ولله الحمد. هؤلاء الناس نصرهم الله بالصبر، بالرضا، بالإعداد، بالجهاد. 20 سنة زرتهم مرتين في أفغانستان، أمن وأمان واستقرار وراحة نفسية، كأنك في أرض غير الأرض وفي دنيا غير الدنيا. قاتلوا 43 دولة، 43 دولة وانتصروا عليهم. لذا أعجبني أحد المؤرخين قال: سيؤرخ كما أنه في عصر الثورة الفرنسية، عصر الثورة البلشفية، عصر الثورة العلمية، سيقال عصر الطوفان وطالبان. هل الأمة فرحانة بنصر طالبان؟ هل الأمة فرحت؟ عملت فرح؟ ما حصلش. الأمة خايفة تفرح. الأمة اللي خايفة تفرح هتجاهد؟ أمة خايفة تفرح. وبعض المسلمين ودعاة يكلمني أنا بعد رجوعي يقول لي: رأيت المسرحية بين طالبان وأمريكا؟ قلت: يا أخي استحي، في مسرحية 7 سنوات، أنا شاهد عيان على المفاوضات في الدوحة، 7 سنوات مفاوضات. أذلوا الأمريكان على الأرض وأذلوهم على مائدة المفاوضات، فنصرهم الله تبارك وتعالى.
وسينتصر الطوفان. ولكن أين أنت من هذا؟ بإذن الله سينتصر الطوفان، وبدأ لينتصر وبدأ ليكتمل. وأقول لكم ما سمعته بأذني وكتبته في مقال على الجزيرة، ارجعوا إليه. قبل بدء الطوفان ب9 أشهر جمعنا القائد الشهيد إسماعيل هنية، جمع كل رموز الدعوة الإسلامية وقال: جمعتكم لأبشركم أننا وصلنا مرحلة اليوم نغزوهم ولا يغزونا. هذا كتبته وسجلته. وعد وأوفى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هنية قضى نحبه ونحن ممن ينتظر، فابقوا على هذه النية، نية الجهاد، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.